معالي وزير الخارجيه بلينكن، انت تحدثت وقلت انك انسان يهودي، وانا اسمح لي اقول لك ان انا مواطن مصري نشأت في حي جنبا الى جنب مع اليهود في مصر، ولم يكن ابدا يتعرضوا اي شكل من اشكال القمع او اي شكل من اشكال الاستهداف. وما حصلش في منطقتنا العربيه والاسلاميه ان تم استهداف اليهود في تاريخهم القديم والحديث. يمكن اللي حصل استهداف يمكن في اوروبا، يمكن في اسبانيا، يمكن في دول اخرى، لكن في بلادنا العربيه والاسلاميه ما حصلش ده. انا بقول ده دلوقتي وبسجله هنا لان الموجه اللي اتشكلت في اعقاب الازمه موجه ضخمه جدا، واحنا محتاجين ان احنا نتحرك وبقوه وبعزم زي ما ذكرت لكم. ومهم جدا جدا ان احنا نخفض التوتر، وايضا نيسر دخول المساعدات الى قطاع غزه، لان النهارده احنا بنتكلم على قطاع محاصر، لا في ميه ولا في كهرباء ولا في وقود، والنهارده ابتدت في ازمه خبز تتداعى.